السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة الحواوشي. أكيد كلنا بنحب الحواوشي سواء كنا كبار أو صغيرين، وأكيد عملناه بطرق كتير. النهاردة بقى هعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. الحقيقة إنها طريقة والدتي الله يرحمها، طبعا أضفت عليها شوية تريكات. بجد الوصفة قمر. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنحتاج ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو من السجق، عندنا فلفل رومي بارد، عندنا ميكس فلفل ألوان، كمان عندنا بصل. وبالنسبة للبصل تقدروا تحطوا نفس الكمية بتاعة اللحمة بصل، يعني قدام نص كيلو من اللحمة تقدروا تحطوا نص كيلو من البصل. هنجيب البولة بتاعتنا ونبتدي ننزل بالمكونات. أول حاجة هنزل بيها هتبقى البصل. طبعا البصل هنا أنا فرماه، تقدروا تقطعوه بالسكينة مفيش فيها أي مشكلة. هنزل بالفلفل، والناس اللي بتحب الفلفل الحار تنزل بالكمية اللي هي حباها. هننزل ببسيط من الملح عشان طبعا احنا عارفين ان السجق بتاعنا بيبقى متبل. بسيط من الفلفل الأسمر، وطبعا خلطة السبع بهارات إذا ما كانتش متاحة يبقى كفاية علينا قوي الفلفل الأسمر والملح. دلوقتي بقى هننزل بالميكس اللي احنا عاملينه، اللحمة والسجق. هنزل عليهم بمعلقة من بديل الفيجيتار، طبعا الفيديو موجود على القناة. ده بيعمل ربط كده عشان المكونات بتاعتنا ما تفكش، وبيعمل عرق حلو قوي للحمة. وهبتدي بقى دلوقتي اخلط المكونات بتاعتي زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. تقريبا كده بعجنها. الموضوع سهل وبسيط والنتيجة حلوة قوي. بتمنى من قلبي انكم تجربوها لحد ما بنوصل للشكل اللي انتوا شايفينه. بتمنى اذا كنتوا معايا لحد دلوقتي ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة وبكومنتاتكم اللي بتدعمني وبتخليني اكمل. هنعملها بقى كرات زي ما هتشوفوا معايا، والكرات دي بقى هترجع لكم انتوا حابينها تبقى كبيرة متوسطة صغيرة، لكن عايزة اقول لكم ان الكمية دي ممكن تعمل عدد كبير جدا من الحواوشي اكتر من اللي انا عملته. هنبتدي بقى نجيب العيش بتاعنا وهنفتحه زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى نحط جوه كل رغيف عيش كورة من اللحمة اللي احنا عملناها. هنجهز كل الكمية. ودلوقتي بقى هجيب قلاية الكريب. اذا ما كانتش متاحة عندك تقدري تستخدمي اي طاسة، واذا ما كانش في حتى طاسة تيفال او جرانيت نقدر نستخدم الصواني الألمونيا بتاعتنا. هبتدي اعمل لها مسحة كده بالزيت. اذا ما كانش عندنا طبعا الفرشة بتاعتنا دي ممكن نمسحها بمنديل. وهنزل بالحواوشي بتاعي زي ما انتوا شايفين، ولا اسهل من كده. طبعا الحواوشي ما بياخدش وقت بالمرة على النار، يعني أول ما بياخد معانا لون حلو كده بنبتدي نقلبه على الناحية التانية، وأول ما بنلاقيه أخد لون حلو من الجنبين بنبتدي نرفعه ونشيله من على النار زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط، ولا أسهل من كده. شوفوا بقى عامل ازاي من جوه، بجد ريحة وطعم حكاية. وتقدروا تقدموه بأي شكل انتوا حابينه. بتمنى من قلبي إذا كان الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.